بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حادثة مأساوية حصلت الأيام اللي فاتت، وكانت نتيجتها وفاة بنتين في عز شبابهم. بنت في كلية الطب والتانية في كلية الصيدلة، وأخوهم اتنقل للمستشفى في حالة خطيرة. تفتكروا إيه السبب؟ السبب أكل وجبة جاهزة. كم مرة يا جماعة، كم مرة أنا حذرت من الأكل الجاهز؟ كم مرة قلت لكم انكم ما تعرفوش المطاعم بتحضر الاكل ازاي؟ للاسف الحادثة دي بتأكد كلامي. القصة بدأت لما الاخوات الثلاثة طلبوا وجبة جاهزة بيتقال انها كشري يعني، وبعد ساعات بدأت اعراض التسمم، ترجيع ومغص واسهال شديد، واخيرا فقدان وعي، ثم توفاهم الله، الله يرحمه. والتحقيقات قالت ان السبب الرئيسي في هذا الموضوع هو تلوث الاكل، اما ببكتيريا قاتلة او مواد غذائية فاسدة. انتم عارفين من ايه بيجي التلوث بتاع المطاعم؟ عارفين بيحصل ايه في المطاعم؟ تعالوا نشوف. ده الكلام ده شغلي انا بقى، ده يعني افهموا مني الكلام اللي بيحصل بقى. ايه اللي بيحصل في المطاعم؟ اولا الاسباب التسمم في المطاعم، اول حاجة غياب الوعي الصحي عند العاملين. فبتلاقي الواحد من العاملين ده بيخش الحمام ويطلع من غير ما يغسل ايده، وتلاقيه ماسك الاكل ولامس الاكل، وممكن يكون عنده مرض معدي ومحدش يعرف ولا حد واخد باله منه. دي اول نقطة. تاني نقطة عدم الاهتمام بغسيل الأدوات والمعدات بالصابون، بيكتفوا برش المية كده وخلاص. طبعا أنا ما بعممش الكلام، لكن غالبية بصراحة ربنا غالبية المطاعم، لكن في مطاعم محترمة جدا بتطبق الاشتراطات الصحية، وفي ناس بيفتشوا عليها وعارفين الكلام ده. تالت سبب عدم الاهتمام بتخزين الخامات في درجات حرارة مناسبة. يعني اللحوم المفروض بتحط في تجميد، مش عارف الخضار بتحط في تبريد، الكلام ده كده المفترض عندهم غرف تبريد والكلام ده كده وتجميد، المفترض في درجات حرارة بتتظبط وحد بيتابعها بصفة مستمرة. عدم الاهتمام بتخزين الخامات في درجات حرارة مناسبة. رابع حاجة استخدام خامات فاسدة. يعني ممكن يكون جايب الخامة نفسها، جايب الفراخ فاسدة ولا اللحوم فاسدة، وأيضا استخدام زيوت معاد استخدامها عشرات المرات وانتوا عارفين. خامس حاجة عدم الاهتمام بتنظيف الخامات قبل الإعداد. وتعالوا ما تسمحوا لي أقول لكم بس حاجة حصلت. أنا كنت بشرف على أحد المطاعم الشهيرة، على فكرة مطاعم شهيرة، وكنت مشرف على الاشتراطات الصحية بتاعتها، وكنت دخلت مرة كده ففوجئت بحاجة غريبة. التومية اللي احنا كلنا بنشد ليها، بنحب التومية قوي دي. انت عارفين كانوا بيعملوا التومية ازاي؟ والله هذا اللي حصل قدامي، بس الحمد لله قدرت اصلح يعني. بالثوم زي ما هو كده، الراس بالطينه بتاعتها كانت بتتحط كده في المفرمه وتتفرم، بعد كده العصر بياخدوا منها الميه بتاعتها. تخيلوا، والله هذا بيحصل. طبعا انا دخلت ومنحت الكلام ده، صممت ان لازم يجي توم متقشر ويتغسل قبل الفرم والكلام ده. حاجه تانية، شكيت ان المفرمه دي ما بتتغسلش كويس، وفعلا كانت شكلها مغسول، بس انا كان معايا وقتها جهاز بيقيس مدى النظافه بتاعه المعدات، فخدت مسحه من على المفرمه دي وشفتها. والله كم القذاره وكم التلوث الموجود في المسحه دي يمكن الارض انضف منها. المفرمه اللي بيفرم عليها اللحمه وبيفرم عليها الثوم وبيفرم عليها كل حاجه. طبعا جبت الشيف العمومي اساله وقلت، قال لي نضيفه قدامك اهي، يعني ما مغسوله اهي. قلت له مغسوله اه، بس النظافه اللي انا بقصدها اللي ما تبانش بالعين، اللي ممكن تضر الناس، المفترض بيتغسل بميه سخنه والصابون. وبالفعل خليت ولد من الستيور او عمال الخدمات النظافه جاب لي ميه سخنه وصابون، وانا بدات اغسل بنفسي عشان ابين لهم ازاي الغسيل الصح. غسلت بميه وصابون وخدت مسحه تانية وطلعت زي الفل. قلت له اتفضل، الفرق بين دي ودي ايه؟ دي كانت طريقه عشان معلمهم، والحمد لله اشتغلوا بعد كده مظبوطين وما كانش فيه مشاكل. الغريبه انك عدم الوعي دوت عند العاملين والمسؤولين، في معتقدين انهم صح، يعني معتقدين انهم شغلهم صح، ولا شغلهم على ما عندهم، على ما يرام. انا عارف انك مش هتشوف الحاجات دي بعينك، يعني عارف ان عمرك ما هتشوف الحاجات دي بعينك، لكن ممكن تحسها بجسمك بجسدك بعد فوات الاوان. المطاعم مش بيهتموا بصحتك يا جماعه، بيهتموا بالديكورات الخارجيه لجذب الزباين، لكن تدخل جوه تلاقي مصايب سودة. تدخل جوه تلاقي مصايب سودة. المشكله ليه المطاعم قدرت تسحب، ازاي المطاعم قدرت تسحب الشباب وتخليهم يدمنوا الاكل؟ المصيبه السوداء مشهد بيتكرر في كل بيوت.
اليومين دول شباب كتير بقت بتفضل الاكل الجاهز على اكل البيت، رغم ان اكل البيت انضف واضمن وامن بكتير قوي. ازاي المطاعم جاز بتجذب الشباب دي كلها ويخليهم يدمنوا الاكل الجاهز؟ خلونا نفهم الكارثه اللي احنا فيها. لازم نفهم الكارثه اللي احنا فيها واللي خلت الشباب يدمنوا الاكل بتاع المطاعم الجاهزه. السبب الاولاني هو ادمان الاكل الطعم الصناعي، لان الاكل الجاهز ده مش بس طعمه قوي، لكنه معمول بمواد تخليك تفضل تاكل منه اكتر ما تشبعش. السبب الثاني التسويق والبراندات الكبيره، يعني تلاقي البراندات كبيره عامله صور خرافيه، عامله عروض على الوجبات وبتوصل للبيت، فسهل جدا انك تختار الحاجه السهله. السبب الثالث الكسل وعدم تقدير مجهود الامهات. كتير من الشباب بقوا يشوفوا الاكل البيتي انه حاجه تقيله على قلبهم، بس وغير ممتعه، مش ممتعه زي الاكل الجاهز، رغم انه معمول بحب واهتمام ونظافه وامان. للاسف الشديد بعض الامهات هم السبب، لانهم احيانا بيكسلوا يعملوا اكل وبيستسهلوا ويبعتوا يجيبوا اكل من بره، وكانت النتيجه ان الولاد بيتعودوا على الطعم الغريب بتاع الاكل الجاهز ده، اللي هو حلو في نظرهم بس سموم بيحطها جوه جسمهم. السر اللي الناس مش واخده بالها منه يا جماعه، ان الاكل الجاهز ده مش طبيعي بالكامل. يعني ايه مش طبيعي بالكامل؟ يعني في المطاعم بيضيفوا حاجات اضافيه بتخلي الطعم اكتر ادمانا، يعني بيخلي الناس تدمنه، زي محسنات الطعم والمنكهات. والمثال على ذلك قلت لكم قبل كده اكتر من مره، في ماده بتتحط اسمها احادي جلوتامات الصوديوم، اللي بتخلي الاكل طعمه خرافه، بتخلي الاكل طعمه خرافه فعلا. الماده دي عليها كلام كتير قوي، عليها كلام كتير قوي انها قد تكون سبب في امراض خطيره جدا. بيحطوها، ويا ريت بيحطوها بكميات معقوله بالنسب المصرح بيها، لكن بيدلدقوا منها، يعني بيتنافسوا ازاي مين بيحط اكتر عشان تدي طعم احسن ويجذب الناس اكتر. دي اول حاجه. تاني حاجه السكر المخفي. يعني بيفكروش الصوصات والحاجات دي كلها، كل الحاجات دي عليها سكر، علشان ايه؟ بتخليك تدمن الطعم ده. تالت حاجة الدهون المهدرجة والزيوت المكررة، بتدي للأكل قوام كريمي وطعم مش طبيعي، بيخليك تاكل منه أكتر. وطبعا الزيوت ما تفكريش ان بيقلب زيت ذره ولا زيت عباد الشمس، لا، ده بيجيب زيوت نباتيه مهدرجه اسمها شورتنج، وبيحطها في المكنه بتاعت الآلية دي، القلايه اللي هي القلي المغمور دوت، وما بيغيرهوش الا في كل فين وفين. الشورتنج ده او الزيوت النباتيه بتقل بيزود عليه، واخدين بالكم؟ بس هو بيعمله بتتاكسد وبيحصل لها حاجات كتير قوي ممكن تضر البني ادم من غير ما ايه، ما يتاثر على الطعم في البدايه. بعدين الصوصات والمواد الحافظه. الصوصات والمواد الحافظه دي بيخلي الاكل الجاهز ده دايما احلى، رغم انه ممكن يكون بقاله ايام متخزن. انا مش بقول لك او مش بقول لكم ما تاكلوش من بره ابدا يعني، ولكن هو الافضل والله، يعني الافضل ان احنا ما ناكلش خالص من بره، لكن خلي عندك وعي. خد بالك بالحاجات اللي انا هقولها دي قبل ما تطلب الاكل. اولا تتاكد ان المطعم ده نضيف فعلا، مش شكل بس من بره وديكور وشهره على الفاضي. اتاكد ان المطعم نضيف والناس اللي فيه بتطبق الاشتراطات الصحيه. تاني حاجه، لو الاكل جالك وحسيت ان ريحته غريبه سيبه فورا، ما تاكلش منه. شاكك ما تاكلش منه. لو درجه حراره الاكل مش مناسبه ما تاكلش منها. يعني الاكل السخن لازم يجي لك سخن، والاكل اللي بيتاكل بارد لازم يجي لك بارد. التلاعب في الحاجات دي كلها معناها ان في مشكله هتحصل. لو انت مجبر تاكل بره، بتاكل بره كتير، احكي لي في التعليقات ازاي بتختار المطعم اللي بتاكل فيه، وهل حصل معاك موقف حسيت فيه ان الاكل مش مظبوط؟ خلونا نوعي نفسنا يا جماعه قبل ما يحصل لنا كارثه ونخسر حد تاني. واخيرا احفظ نفسك بنفسك. صحتك اهم من اي حاجه، اهم من الوجبات واهم من الطعم الجميل اللي انت بتحسه. اهتم بصحتك، محدش هيهتم بصحتك، المطعم مش هيهتم بصحتك، انت بس اللي هتهتم بصحتك. خد القرار الصح قبل ما يكون متاخر. قول لي في التعليقات هل بتثق في الاكل الجاهز ولا لا، ولماذا؟ وبكل صراحه قولوا لي في التعليقات بتثقوا في الاكل الجاهز ولا لا. عايز الصراحه في التقال يا جماعه. بس كده الفيديو انتهى، ما تنسوش تدعوا لي وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.